العالم فيه شخصيات كتير. معلومات مفيدة، وكل يوم بيمر علينا من الشخصيات دي كتير معلومات مفيدة تاني. في شخصيات بنبقى فاكرينها مهمة وبتطلع ملهاش أي لازمة، وفي شخصيات بنبقى فاكرينها ملهاش لازمة وبتطلع مهمة. لكن في شخصيات بنبقى فاكرين إن ملهاش لازمة وبتطلع ملهاش لازمة. الشخصية اللي هنتكلم عليها النهاردة دي شخصية مهمة جدا في تاريخ الشخصيات المتشخصنة، شخصية قدمت للتاريخ كتير جدا من اللا شيء. الشخص ده هو مستر سمول. يا ولدي يا أغلى حتى من كبري. من هو السيد صغير؟ اسمه الحقيقي ستيفن سمول. هو عبارة عن سحابة متكلمة. عادي يعني زي كل حاجة في عالم جنب المدهش. مدرس ومصور ومستشار المدرسة ومدرب اليوغا، دكتور في الطب البديل وفنان تشكيلي ومتزلج وراقص تعبير ومدرب كاراتيه، وبعد الظهر بيشتغل مغني وطبيب اسنان. طبعا بعد كل المهارات دي تفتكر انه شخص مهم في المجتمع، بس في الحقيقه ولا شغلانه من دي اساسا هو شاطر فيها. مستر سمول هو نموذج للتعيين الحكومي اللي بيكملوا بيه الكادر الوظيفي مش اكتر. استاذ اشرف اللي في الدور الرابع اللي بيبقى موجود في اي هيئه حكوميه ده، بس الفرق ان مستر سمول على الاقل بيحاول يبان مهم على عكس استاذ اشرف. مستر سمول شخص حكيم، المفروض بيديك نصايح جميله، اوعى تمشي وراها ولا حتى جنبها. هديك مثال. مره كان جنبه لو داروين واقعين في مشكله عشان ابوهم اكل الواجب. المهم المدرسه المتشعوذه اللي هي اساسا قرده وبتكلم قطه وسمكه، بس هي شايفه ان ابوهم الارنب لما ياكل الواجب دي تبقى حاجه غريبه. سبحان الله. المهم افتكرته بيكذبوا، فبعتتهم للحكيم اللي بيفهم. يعني بص ده يعني استاذ المدرسه مستر سمول. راحوا لقوه قاعد بالشبشب الجميل بتاعه. المهم قال لهم ان الصراحه شيء جميل والكذب شيء وحش، بس بدل ما يقول لهم كده عادي بقى قعد يتفزلك ويقول كلام غريب وما فهموش منه اي حاجه. طبعا جامبل وداروين راحوا نفذوا الكلام اللي هم سمعوه بالحرف، لانه اصلا كان قاعد بيقول فوازير مش كلام عادي. ومش محتاج اقول لكم ان ده وقعهم في مشاكل كبيره جدا. أو صح، الصراحة مؤلمة. بس الصراحه اللي عاجبني في الموضوع ان هم ادوا للمدرسين كلمتين في جنابهم كده. أشعر أن علاقتك بالأستاذة سيميون بها شيء من عدم الاحترافية في العمل. المهم راحوا لمستر سمول تاني طبعا. فقال لهم انتوا فهمتوا الصراحه غلط، ما ينفعش نبقى وقاحين. يعني مش هيقول لهم كده برضو عادي، هيقول لهم بفزلكه. وهنا هيغني لهم اغنيه جامده بوفتيكه، ربنا يسامحنا على الكدب ده. الصراحة راحة. الصراحة راحة، ولكن احذر، فالحق أحيانا مثل المر. المهم راحوا نفذوا كلامه بالحرف تاني. داروين دماغه فرقعت، بهدلوا الدنيا، رجعوا له. الله عليك يا حبيب والديك. المهم اخر مره راحوا له قعد يتفزلك كالعاده وطلع لهم اكتر وحش مرعب في الحياه، شراب. قال لهم ان الشراب ده اسمه افعى السكوت، وقعد يسكتهم بيه عشان هو فاشل وما عندوش اي حل تاني. أعرفكما الآن بأفعى السكوت هذه. أهلا سيد. سكوت! فجأة بيتزفلت جوه الدرج، وجامبل وداروين مش عارفين يطلعوه ازاي وبيتحبس جوه. فطبعا عشان هم عقلهم محدود فضلوا خايفين من الشراب ده، وراحوا يطلبوا مساعدة من المدرسين بلغة الإشارة عشان خايفين من الشراب. المهم طلعوه في الاخر بالعافيه، والمدرسين عرفوا ان هم غلابه وان ابوهم اكل الواجب فعلا. ملاحظين هنا ان مستر سمول عمل لهم كميه مشاكل في الحلقه دي. يعني هو لو ما كانش موجود مش هيحصل حاجه، يعني هم هيتعاقبوا في البيت يومين وخلاص وهيرجعوا وبالهنا والشفا على باباهم. يعني مش عارف ايه المشكله. في برنامج 5 خطوات للشياطين الصغار. في مره تانية اختهم انايس اتحجزت عن عيلتها عشان هم اغبياء زياده عن اللزوم، وهي ربنا يكملها بعقلها يعني. فالمهم كل واحد من عيلتها راحوا عشان يتعلموا مهاره تؤهلهم ان هم يربوا انايس عدل. فجامبل وداروين راحوا للاسف تاني سمول. هنا بقى تظهر مهارات سمول، اسم على مسمى فعلا لانها فعلا مهارات صغيره. قعد بقى يعلمهم الرقص التعبيري والفن وتفريغ الغضب والكاراتيه والتلوين وحاجات هبله كده. كهذا؟ صحيح. طيب خطأ. هذا فن رديء، هذا فن رديء. أنا أرجوك. هيا، العالم لوحة، أنت فرشاتها. أمه، دورك الحقيقي في بيتك. يا أو. حاول حاول حاول. لا، حاول. طبعا مش محتاج اقول لكم ان كل ده اي كلام ومدخلش ذمه العيال ببصله. قل لي ما هذه السخافة؟ وانايس رجعت تاني بدون الهبل ده. طبعا عشان نكشف واحد تافه زي ده لازم نستعين بشخص بيفهم. ما
معك حق، تحتاج نصيحة شخص راشد. انايس هي الوحيده اللي بتشغل مخها في العالم اللهبل ده. اول ما شافت مستر سمول بصت له كده، اللي هي بصت اللي هي من فوق لتحت دي، عارفه اللي هو انت اهبل يا اسطى ولا ايه. طبعا شافت شبشبه خلاص بقى، اللي هي جابت اخرها، اللي هو انت اهبل بجد. قعد يعلم جامبل السحر والشعوذه واليوجا والكفر ده. المهم يعني انايس الله يكملها بعقلها قعدت كده تبص لهم بصات اشمئزاز. bombastic side eye. طبعا اكيد فهمتوا قد ايه نصايح سمول زباله. بس بقى اللي جوه المدرسه ده حماده، واللي بره المدرسه ده حماده تاني خالص. اول مهاره بنشوفها لسمول بره المدرسه هو انه بيحاول يهرب من المدرسه. يعني هو كان بيحاول يهرب من استعباد ميس هتلر ميس سيميان، واكتشفنا انه غبي. دي اول مهاره معانا، ودي الحاجه الوحيده اللي بينجح فيها مستر ايه ده حتى في دي ما عرفش يهرب. دار طوارئ. كنت يلا يا أولادي للمدرسة. شاطر واترسون. شتيمة. أنا أتقاعد، لماذا؟ على أساس العمر والصلعة. قصده طلعة حبيبتي، ما أجملك وأروعك باللحية. تاني مهاره التزلج، وطبعا فاشل فيها هي كمان. مستر سمول انتبه. لا تقلق، أنا أكروباتي قوي بالفطرة. تالت مهاره جمع الاموال للمؤسسات الخيريه، والدليل ان هو جمع فلوس لجامبل وداروين لما مثلوا قدامه ان هم فقراء، وصدقهم عادي مع انهم معاه في المدرسه مش عارف ازاي. رابع مهاره الغنى، ودي بقى لينا عندها وقفه لو سمحتم. مستر سمول مغني ذو موهبه، الصراحه ذو موهبه فذه تستحق دفن ايه، تستحق الوقت. عمل ألبوم وحيد يتيم اسمه ساعات سمول او الساعات الصغيره، والناس نزلت اعلانه على النت باسم الفشل الكلاسيكي. للدرجات دي يعني مفضوح. فشل كلاسيكي. الآن في الأسواق آخر ألبوم للسيد سمول الرائعة ساعات سمول. الأولى اسمها أغنية ضاربة، هي اسمها أغنية ضاربة، يعني هو قرر إن هي تنجح من قبل ما تنزل أصلا، مش عارف إيه الثقة دي. والأغنية كلها عبارة عن كلمة واحدة، أغنية ضاربة، أغنية ضاربة. الأغنية التانية والمفضلة ليا الصراحة عشان كلماتها ممتازة في النسخة العربية، يا ولدي يا أغلى حتى من كبدي. والأغنية اللي بعدها بتعرفنا أكتر عن مهارات سمول المخفية، اللي هي أنا مغني وطبيب أسنان، وبرضه هي كلمة واحدة، مغني وطبيب أسنان. أنا مغني وطبيب أسنان، مغني وطبيب. بس أكتر أغنية واقعية بقى وبنعيشها كل يوم الأم. وفي الاعلان بيقولوا اشتروا الالبوم قبل نفاذ الكميه المحدوده، وما اقولكوش بقى الناس اشترتها نار يا لهوي بقى كده. بص بيبيعون في الفلوس كده زي عم ده. ايه ده طب خلاص الصراحه صعب عليا يا جماعه، بس مين مهتم؟ مستر سمول لا يستسلم اساسا. طبعا انا لو قعدت اتكلم عن مهاراته كلها مش هنخلص. كفايه انا عارف سر عالم الجامبل اللي دمر العالم واللي احنا نفسنا كمتفرجين ما نعرفوش. صراحه الحلقه دي في حب مستر سمول، كلنا في حياتنا محتاجين شخص زي مستر سمول يدينا نصايح ويعلمنا مهارات. طبعا مش محتاج اقول لكم ان الشخصيه دي كارتون نتورك اللي عاملاها، يعني ليها جانب تاني خالص. بس الحلقه دي صديقه للبيئه ومش هنتطرق لمواضيع تقفل القناه وتحبسني. ايه ده؟ انا عارف ان الحلقه دي غريبه جدا، بس ان شاء الله تكون عجبتكم. انا حبيت اتكلم عن حاجه مختلفه شويه. قولوا لي لو عايزين اتكلم عن كرتون زياده او اي حاجه انتوا حابين اتكلم عنها. المهم هنرجع تاني نسجل حتى في فتره الدراسه، وان شاء الله ما اقطعش عنكم تاني. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وبس مع السلامه.